يومكم جميل. النهاردة أنا مش جاية أكلمك عن إحساس الذنب أو الشعور بالتقصير. النهاردة أنا جاية أتكلم عنك كإنسانة. عارفة لما تصحي من النوم ويبقى فيه صوت حزين كده جواكي، الصوت ده بيبقى بسيط قوي، مش عالي، بيبقى صوت بسيط. الصوت ده بيفضل يقولك أنا تعبانة، فتقومي بسرعة تشغلي نفسك بالبيت والولاد على أمل إن الصوت ده يروح لوحده. المشكلة إننا بنفضل نتجاهل الصوت ده بالأيام، لحد ما فجأة في اول سؤال حد يسألهولك ويقولك انتي مالك، شكلك متضايق، تنفجري في العياط بدون سبب واضح. او يجي ابنك يطلب طلب بسيط فتلاقي نفسك بتزعقي وتنفجري فيه بقوة مش متناسبة تماما مع الموقف. خليني اقولك ان الصوت ده مش عدوك، الصوت ده رسالة. مشاعرنا مش بتيجي من فراغ، هي نتيجة لفكرة جاتلك وانتي مركزتيش فيها، فالفكرة مشيت وسابت الأثر اللي هو الشعور اللي خانقك دلوقتي. احنا ليه بنحب ان احنا نهرب من الصوت ده؟ لاننا اتربينا على المثالية اللي جوانا، بنحب كل حاجة تبقى واضحة متفسرة وتحت السيطرة. بنخاف قوي من المنطقة الرمادي دي، ما بنحبهاش. المنطقة اللي احنا مش عارفين فيها احنا مالنا او احنا ليه حاسين بكده، مفيش سبب للشعور ده. بنكره قوي نمشي وسط الضباب، وبنعتبر كده ان عدم وجود اجابة واضحة للضيق اللي احنا حاسين بيه هو ضعف مننا، فنهرب للشغل والحركة عشان نثبت لنفسنا اننا لسه مسيطرين. بس الحقيقة ان تجاهل المشاعر بيزودها مش بيقللها. المشاعر مش بتيجي من فراغ، هي نتيجة لفكرة سابت الأثر وهربت. والحزن اللي بنحس بيه ساعات بيبقى زعل على الجزء الحقيقي اللي جوانا وتاه وسط المسؤوليات بتاعتنا. المثالية بتخليكي ترفضي بشريتك، ترفضي انك تحزني او تضعفي. والحل مش اننا نلاقي تفسير لكل حاجة، الحل اننا نتعلم نصاحب الغموض ده، ونقبل اننا مش دايما لازم نكون عارفين احنا مالنا عشان نطبطب على نفسنا. النهاردة هنعمل تمرين بسيط جدا. اول ما تحسي ان انتي متضايقة بجد، ما تهربيش للمطبخ او تشغلي نفسك باي حاجة تانية. اقعدي دقيقة واحدة، حطي ايدك على المكان اللي متضايق وشوفيه بعينيكي وقوليله انا بقبل اني انسانة، وبقبل اني مش لازم اكون فاهمة كل حاجة دلوقتي عشان اكون كويسة. انا بسمح للضباب ده انه يكون موجود، وبطبطب عليه وبطبطب كمان على قلبي في وسط الزحمة. مجرد ما تسمي الشعور وتديله مساحة، حدة الشعور وصوته العالي بيبدأ يقل. وعشان نكسر بقى حدة الضباب ده، عايزة أسألك سؤال. لو افترضنا ان في أوضة سرية كده جوه قلبك، فيها الحاجات اللي كانت بتخليكي تبتسمي من غير مجهود، قبل بقى ما يبقى عندك الألقاب بتاعت انتي أم أو انتي زوجة أو انتي موظفة. كل الألقاب دي كانت بدأت تاخد مساحة في حياتك قبل كل الألقاب دي. لو الأوضة دي موجودة، تفتكري الأوضة دي جواها ايه؟ فكري كده في لمعة عينيكي زمان، كانت بتيجي امتى أو منين، أو كان بيحصل ايه ساعتها. بكرة تعالوا نفتح مع بعض الباب ده ونفكر نفسنا بالبنت اللي كانت عينيها بتلمع وبتحب وبتبسط. دلوقتي أقول لكم سلام.